زمان كان المستثمر بيشتري شقة يقفلها بقى يسقعها يأجرها، المهم يستنى سعرها يزيد ويبيع. دلوقتي بقينا ندور على حاجة أعلى شوية. هو أنا إيه اللي يشغلني بالشقة وأجرها ومستأجر دفع ومستأجر ما دفعش؟ في حاجة اسمها سيرفيسد أسيتس، الوصول المضارة. في مشروع جديد اسمه سمو بوليفارد، ده في مستقبل سيتي من شركة سمو القابضة السعودية. ده أول استثمار سعودي في مصر بمليار دولار. ده لفت نظر صناديق الاستثمار، وكمان بسبب الفلسفة الاستثمارية اللي بتقدمها شركة باراجون بالتعاون مع سمو القبضة. تاني حاجة التعاون مع الشركات الكبيرة، معايير عالمية في السمارت بيلدينج مانجمنت. المباني بتدار بالذكاء الاصطناعي، شبكات فايبر اوبتكس متطورة، وده بيوفر في تكاليف التشغيل والصيانة باستمرار. تالت حاجة معادلة ال10 سنين. أي مستثمر بيحسبها صح بيبص على حاجة، أنا هدخل بكام وهسدده إزاي. فأنت استثمرت في استوديو بمقدم 5%، تقسيطك على 10 سنين، فأنت بتعمل تحول ضد التضخم بفلوس المطور مش بفلوسك. وخصوصا إن أنت هتستلم وحدتك متشطبة في 2030، قبل ما تخلص اقساطك الوحدة بدأت تولد لك دخل أصلا. الدخل ده بيبقى عائد إيجاري وبيغطي جزء كبير من القسط. المساحة الإجمالية للمشروع ده 500 ألف متر مربع، المباني 20% وال80% الباقية لاندسكيب. ده بيرفع الريسيل فاليو للوحدات دي في المستقبل، لأن الندرة في الكثافة السكانية القليلة. المشروع ده في مستقبل سيتي بين التجمع والحي المالي ومدينتي، 10 دقايق من الفور سيزونز. تقدر تدخل بمقدم 5% وتقسط على 10 سنين. لو دفعت 20% مقدم هتاخد خصم 20%. أنا شايفة المشروع ده فرصة ما تتعوضش، بس مش أي وحدة جوه المشروع. أهم حاجة إنك تختار الوحدة الصح عشان تكسب فعلا. لو محتاج مساعدة في اختيار الوحدة الصح اللي فعلا هتكسب وهتعمل ROI عالي وهتتباع بسرعة، ابعت لي رسالة وهرد عليك واساعدك في الاختيار.